بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله موضوعنا النهارده يبقى عن زراعة صبار الأونيفيرا. يا جماعة طبعا صبار الأونيفيرا لو انت مزارع فوق سطح بيتك، اهم حاجة الصبار ده عندك عشان انت بتحلل بيه اي عقلة انت بتزرعها علشان ما يجيلهاش تسمم. يعني يا جماعة احنا دلوقتي انا زرعة واحدة هنا وبديت خدت منها واحدة هنا يا جماعة، بصوا علشان ازرع حوادي الواحدة اللي انا لسه واخدها. هبدأ ازرعها دلوقتي مع بعضينا، بس لازم يا جماعة انك تجيب اي بيتها فرع من ايتها صبارة وتبدا انك تزرعها. انا دلوقتي قطعت فرع من هنا يا جماعه، وهبدا اني ازرعه في حته تاني كبير. بص يا جماعه ده صبار تاني انا زارعه، بس بصراحه مش عارف نوعه ايه. هذا يا جماعه انا اعرف ان الصبار ده اللي احنا هنزرعه دلوقتي ان هو اسمه صبار الانوفيرا. انما ده يا جماعه ده ما بيكبرش، ده بيديك. شايفين يا جماعه الالوان بتاعته مزهره حلوه يا جماعه. طبعا يا جماعه لو انت مزارع فوق سطح بيتك، اهم حاجه انواع الصبارات دي فوق سطح بيتك علشان بتحلل بيها اي عقله انت بتزرعها. طيب الطريقه يا جماعه علشان تزرع بيها الصبار ده، صبار الانوفيرا بس هو اللي انت تنفع تزرعه من اي شجره انت تقدر تاخد منها يا جماعه، وتقدر تزرعه من اي شجره تاني. لكن اي صبار تاني يا جماعه ممكن ما ينفعش، لازم تجيب ام من تحتها. وان شاء الله المعلومات دي انا اعرفها في اليومين الجايين دول ان شاء الله. طبعا ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناه وتعمل لايك للفيديو علشان يوصلك كل جديد. وكل اللي عليك ان انت تجيب الفرع اللي احنا قلنا عليه، وهنبدا نحط الجنب اللي احنا لسه قاطعينه ده يا جماعه، ونبدا ننزله في التربه كده. سبحان الله يا جماعه، هو قدرة ربنا ان هو يخدر بالشكل حضراتكم شايفين ده. وهنبدا ننزل عليه شويه تربه كده يا جماعه، ونبدا نغطيه زي الناس يا جماعه شايفين من تحت من هنا. ونبدا نغطيه. وبعد كده يا جماعه هنبدا نجيب الميه بتاعتنا الحلوه كده يا جماعه زرعناه. خلي بالك يا جماعه هيبدا ينبت من الجنب، مش هينبت من اي واحده من هنا، عشان انت ما تقولش ازاي هو ينبت من هنا يعني، لا هيبقى ينبت من تحت. تمام يا جماعه، وان شاء الله انا همشي معاكم فيديو وخطوه بخطوه. بس ما تنسوش تتابعوني علشان يوصلك كل جديد. وهنبدا يا جماعه نرش عليها كده يا جماعه. بس حاول يا جماعه لحد ما تنبت ما نعرضهاش لايتها شمس لحد ما تنبت بس كده يا جماعه. هنبدا نبل الارض بتاعتنا كده وهنبدا نسيب. ومبروك عليك احلى صباره وبس كده.